انا اسفه لانه بالوقت اللي كان المفروض فيه اتكلم عن قضيه الدكتوره بان انا انشغلت بناس تافهه ومواضيع تافهه عن الموضوع المهم والاهم. البنت هذه يا جماعه حقها جالس ينهضم، وما حد بهالدنيا راح يقدر انه يرجع حقها الا انا وانتم، انه اهلها اللي المفروض يكونون اول داعم لها، اول من تخلى عنها لما توفت. هي الدكتورة بان؟ الدكتورة بان هي دكتورة عراقية متخرجة من أحد أفضل الجامعات اللي متواجدة في العراق، وكانت مختصة بثلاث أشياء: علاج الأمراض النفسية، علاج الأمراض العقلية، وعلاج حالات الإدمان. وأتمنى منكم تبدلون حرف الداء لداء، لأني أنا للأسف ما راح أقدر أقول الكلمة اللي ببالكم بشكل صريح ومباشر في التيك توك. عموما بيوم من الأيام وأثناء ما كانوا أهل الدكتورة بان وتحديدا أمها وأبوها متواجدين في تركيا، جاهم اتصال مفاجئ يقال فيه إنه بنتكم للأسف سوت حادث ووضعها الصحي جدا مزري. نتمنى منكم إنكم ترجعون بسرعة علشان تطمنون على بنتكم. وفعلا هذا اللي سووه الام والاب، حملوا مشنطهم واغراضهم ورجعوا للعراق. ولما رجعوا هنا كانت الصدمه، عرفوا انه الشرطه كانت محاوطه كل اطراف بيتهم ومانعين اي احد من انه يدخل. لما سالوا عن السبب اللي يمنع اي احد من دخول البيت، قالوا لهم لانه البيت حاليا يعتبر مسرح جريمه. ولما سالوا عن نوع الجريمه اللي متواجده في البيت هنا، السبب اللي يمنع اي احد من دخول البيت، قالوا لهم لانه البيت حاليا يعتبر مسرح جريمه. ولما سالوا عن نوع الجريمه اللي متواجده في البيت هنا، كانت الصدمه. الشرطه بكل اختصار جاوبت الاهل وقالوا لهم بنتكم للاسف منتخرة. واتمنى برضو تبدلون حرف الخاء لحاء، لاني ما حقدر اقول الكلمه اللي ببالكم بشكل صريح ومباشر. عموما مالكم بالطويله. تم نقل جثمان الدكتوره بان للمستشفى، واثناء ما تم نقلها هناك الاطباء بعد ما كشفوا عليها اكتشفوا انها ما توفت منتخره. الحاله اللي كانت فيها الدكتوره بان مستحيل تكون حاله انسانه منتخره. وفعلا تواصلوا مع الاهل وقالوا لهم هذا الشيء، لكن رغم اللي انقال تخيلوا انه الاهل كانوا رافضين انهم يرفعون بلاغ، رافضين انه يتم تشريح الجثه على اساس انه يتم اكتشاف الواقعه الحقيقيه اللي صارت واللي ادت لوفاه بنتهم. طبعا هنا احد الاطباء حس انه الموضوع فيه انه مو بس احد الاطباء، صراحه كل الاطباء، لكن الدكتور اسال الله العظيم في هذه الساعه المباركه انه يبارك له بحلاله وماله ورزقه وعياله. الدكتور هذا عند جثمان الدكتوره بان وصورها بشكل مفصل، وصور تحديدا كل شيء صار معاها واللي يثبت انها ما كانت منتخره، اضافه لانه صور التقرير الاولي اللي كتبوه الاطباء بعد الكشف عن جثمان الدكتوره بان، لانه ممكن يتغير باي لحظه. هذا اللي فعلا صار، حاولوا انهم يغيروه لولا انه تسرب. عموما تعالوا نشوف التقرير ايش كان مكتوب فيه. هذا هو التقرير الاولي لوفاه الدكتوره بان. زي ما انتم شايفين، وجود كدمات في الوجه، وجود كدمات في الجسم، وجود ذاك الشيء الاحمر في ركب الدكتوره بان قبل الوفاه. واتوقع كلكم عارفين لما يكون ذاك الشيء الاحمر متواجد على الركب بالذات والمنطقه السفليه، هذا الشيء ايش معناه. هذا غير وجود بعض اثار في رقبتها. الزبده انتوا اقرأوا لانه في اشياء انا ما حقدر اقولها، بس انه التقرير هذا اكبر اثبات واكبر دليل على انه الادميه هذه ما توفت منتخره، خاصه انه الدكتوره بان لنفترض انها مثلا فكرت بهذا الشيء فهي دكتوره مختصه، حتى لو فكرت انها تسوي هذا الشيء مستحيل انها تسويه بهذه الطريقه الشنيعه، راح تسويه باقل الاشكال الما، لانه مثل ما سبق وقلت لكم انسانه جدا مختصه وشاطره بشغلها. هي اللي اغضب الاطباء العراقيين جدا انهم قالوا انه انسانه جرحت نفسها بالطريقه الشنيعه اللي احنا شفناها، اللي كانت بطول 6 سنتيمتر عرض 9 سنتيمتر. هل سوت هذا الشيء فجسمها تلقائيا راح يفقد التركيز وراح يصير بحاله اللاوعي، انه الشيء الاحمر ذاك راح يصير ينزل بغزاره، جسم ما راح يستوعب هذا الشيء فراح ينام، فهمتوا، راح يخمد. مستحيل انها بالحاله هذيك وقتها ترجع تسوي نفس اللي سوته بيدها اليمين او اليسار باليد الثانيه، فهمتوا. غير انه في وحده من اللي كانوا يتعالجون سابقا عند الدكتوره بان نشرت المحادثه هذه لهم قبل وفاه الدكتوره، واللي كانت تنصحها فيها بعدم الانتخار، وزي ما انتم شايفين تكتب لها انه الشيء هذا يعتبر من كبائر الذنوب ومستحيل يسامحك ربي عليه. يعني بالعقل انسانه تكتب هذا الكلام تروح تسوي نفس الفعل اللي هي تنهى واحده من البنات عنها؟ يا اخي احنا مو اغبياء ترى. بعد ما طلع التقرير هذا مباشره طلع واحد من اصدقاء الدكتوره بان واللي قال انه موضوع انتخارها هذا موضوع ما يدخل العقل اساسا، لانه الدكتوره بان قبل ما تتوفى كانت تحضر لسفرتها على اساس انها تسافر لايطاليا، وكانت جالسه تجهز لافتتاح عيادتها الخاصه، كانت جالسه تشتغل على فتح مشروع جدا كبير لعلاج المرضى النفسيين في البصره، فهي كانت جالسه تخطط للمستقبل. اذا هي فعلا كانت ناويه تسوي الشيء هذا بنفسها مستحيل انها تفكر باي خطوه تسويها بعدين. اللي خلى الناس يحسون انه في إن بالموضوع اكثر هو رده فعل الام والاب. يا اخي الام اثناء ما كانت تتكلم عن وفاه بنتها دمعه منها ما طاحت، وللاب غير انه ما كان يبكي وكان يتكلم ببرود غير طبيعي، كان جالس يقنع الناس انه بنته فعلا توفت بحجه انه ايش؟ اثناء وفاه بنته بالحمام الله يكرمكم اللي هو مسرح الجريمه اللي يزعمون انها انتخرت فيه، مكتوب جمله اريد الله. هذا الشيء طبعا اذا كان هو جالس يحاول يستدل فيه على انه بنته انتخرت، هذا اكبر اثبات انه بنته ما انتخرت. البنت هذه اللي حتفكر انها تنتخر نفس الوقت اللي هي جالسه تنتخر فيه حتقطع يدينها وتاخذ من الاحمر هذا اللي باليد وتكتب فيه اريد الله. نستهبل احنا اساسا. الناس قالوا
قالوا انه هذا الشيء مستحيل يصدر من الدكتورة بان لانه الدكتورة بان يسارية. الطريقة اللي تكتب فيها حرف الهاء تماما الطريقة اللي كتبت فيها العبارة اثناء وفاتها واللي حاولوا انهم يلصقوها فيها. يا اخي الموضوع مرة مستفز. يعني اذا اهلك اللي هم المفروض يكونون اول ناس يبحثون عن حقوقك جالسين يحاولوا انهم يهضموا حقك وياكلوه مع الناس، لكم بالله كيف ما تبغونا نسكت؟ طبعا يا جماعة ام وابو بان واثناء محاولاتهم المستميتة في انهم يقنعون الناس انه بنتهم توفت منتخرة كانوا يدافعون بشكل مستميت اكثر عن ولدهم. انا لو جبت طفل على اساس اني انا اساله مين اللي سوى هذا الشيء ببان راح يأشر بكل ثقة على اخوه. ابو بان يا جماعة اسمه مين؟ اسمه محمد. وبعد ما دوروا الناس على حسابه بالبرنامج الوردي وشافوه اكتشفوا انه هو ما كان بس شخص مدمن حسب ما يقال من اللي حوله، لا كان انسان حرفيا مريض نفسي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يعني انا اتوقع انه الدكتورة بان لما اختارت انها تكون دكتورة نفسية اختارت هالمجال علشان تعالج اخوها قبل كل شيء. محمد هذا يا جماعة كان مثبت بالهايلايت عنده رواية واحدة بس اسمها الإخوة الأعداء، وهي تعتبر من أشهر الروايات في عالم الروايات. تدرون إيش أحد أشهر مقولات هذه الرواية؟ لا أريد سلطة ولا ذهبا أريد الله. نفس الجملة اللي كانت مكتوبة بمسرح الجريمة واللي هي الحمام الله يكرمكم، واللي كانوا أهلها يحاولون يهمون الناس إنها توفت منتخرة وكتبت العبارة هذه قبل وفاتها. غير إنه كان ينشر بشكل مستمر عن أحد الشخصيات اللي مشهورة بمجال المسلسلات واللي اسمها فرايدي. والشخصية هذه يا جماعة معروف إنها عبارة عن خاتل متسلسل بدلوا حرف الخاء لقاف، وكان من أهم الطرق اللي يختل فيها الناس أقول لكم إيش؟ إنه يختلهم عن طريق إنه يقطع يديهم ويختلهم بطريقة تبين للناس إنهم سووا هذا الشيء بنفسهم، يعني إنهم توفوا منتخرين. اوكي بس كذا؟ لا لسه في زيادة. الآن خذوا الصدمة الكبرى واللي تؤكد انه اخوها محمد هو فعلا المتسبب بوفاة اخته. زي ما انتم شايفين محمد قبل ما الناس يكتشفوا حسابه وقبل ما يحذف البوستات اللي كانت متواجدة بحسابه كان منزل هذا البوست هذا كان فيه راسم الجريمة اللي حيسويها باخته بالتفصيل، برضو كاتب اللي حيسويه باخته بالتفصيل. زي ما انتم شايفين الرسمه اللي فوق كانت تعبر عن بان او اللي حيصير لها بعد ما تتوفى. واما عن الكلام فاتمنى منكم توقفون المقطع اللي هنا وتسوون كابتشر وتقرؤون اللي مكتوب. قسما بالله العظيم لو كان متواجد معاها اثناء ما انتخرت على كلامهم ما كان حيكتب الشيء اللي صار معاها بالتفصيل بهذا الشكل. يا جماعه مو بوست واحد اللي كان منزل واللي يؤكد انه هو فعلا المتسبب بوفاه بان، لا اغلب البوستات اللي نزلها الفتره الاخيره او الايام الاخيره قبل وفاه الدكتوره بان كلها تعبر عن طريقة وفاة الدكتورة بان. من أهم الرسمات اللي هو كان منزلها بحسابه لأحد الفتيات واللي كانت تشد يدها بشكل طولي، اللي هو نفس الشكل اللي وجد على يد الدكتورة بان أثناء وفاتها. يعني إذا ما كانت هذه كلها أدلة، إيش الأدلة؟ بعد كذا طلع أحد الأشخاص واللي يسمى النائب عدي وطالب زي ما أنتم شايفين بأنه يتم التحقيق بشكل دقيق ومفصل أكثر عن موضوع حادثة الدكتورة بان. من ضمن الأشياء اللي طلب أنه يتم التحقيق فيها بشكل دقيق ومفصل أولاً اللي هو كاميرات المراقبة، لأنه كاتب أنه كاميرات المراقبة تعطلت بشكل مفاجئ وبفعل فاعل قبل وأثناء وبعد حدوث الجريمة، اللي هي أول كانت تشتغل زي الحلاوة. شيء طالب بالتحقيق بشأنه اللي هو وجود آثار في رقبة الدكتورة بان أثناء وفاتها، غير أنه كان في تعمد بالتأخير عن الإبلاغ عن الموضوع علشان يعني يغيرون شوي بموقع أو مسرح الجريمة، وهذا الشيء فعلا صار. وجود كدمات متفرقة في منطقة الوجه ومنطقة الجسم. كمان من أهم الأشياء اللي طالب بالتحقيق فيها اللي هي أصلا عبارة أريد الله. العبارة هذه يا جماعة قالها من هداك الأحمر مرة كثير، أوكي مرة كثير. العبارة انكتبت بشكل عريض طويل، هي مستحيل حتى لو إنها فعلا سوت اللي انقال هذا عنها بنفسها كل شوي تشيل وتكتب تشيل وتكتب تشيل وتكتب، ما حيكون فيها حين اصلا. تخيلوا بعد كل الادله اللي ذكرناها لكم قبل شوي فجاه طلع محافظ البصره الاستاذ اسعد العيداني واستلم ملف القضيه بشكل مفاجئ، يعني حرفيا صار كل شيء بسرعه. لما استلم ملف القضيه بشكل مفاجئ وبدون وجود ادله كافيه تعزز الشيء اللي قالوا هذا، طلع الدكتور اسعد العيداني بتصريح تلفزيوني وقال انه فعلا الدكتوره بان توفت منتخره، وانه كل شيء ينقال يثبت عكس ذلك هو عباره عن كلام فاضي وادله لا اساس لها من الصحه. تخيل، انا ما اوجه اصابع الاتهام لاحد، بالعكس، واكيد الاستاذ اسعد العيداني هو ادرى باللي جالس يسويه هذا، لكن الروايه لازم كلكم تسمعوها. الروايه هذه تجمع ما بين الدكتوره بان ما بين محافظ البصره الاستاذ اسعد العيداني قبل ما تصير حادثه وفاتها المجهوله هذه. طيب ايش الموقف اللي صار يا تالا؟ راح تسمعون الموقف اللي صار ان شاء الله بالمقطع الجاي، لانه الموقف جدا طويل وفيه تفاصيل مره كثير وانا ابغى اخذ راحتي بمقطع ثاني مفصل.